يا صباح الخير، صباح البركة، وصباح التفاؤل، صباح النشاط، صباحكم كده ورد وفل وياسمين وكل حاجة حلوة يا رب العالمين. صباحكم بركة يا رب العالمين. ازيكم يا حبيب قلبي؟ ده طبعا بعد مش قبل. وانا كده قبل ما انا اخش المطبخ، لا طبعا استحالة. ده كده بعد الايه ما انا خلصت المطبخ، فحبيت اوريهولكوا عشان ايه تتنشطوا معايا كده وتقومي يلا معايا وايه وتشغلي بقى حاجة حلوة كده قرآن او ذكر او اي حاجة و... وتخلصي نخلص اللي ورانا بدري بدري. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ لو انت اول مرة تشوفي قناتي، انا ام فؤاد. ان شاء الله يا رب تعجبك قناتي وما تتخضيش بالمنظر انا كنت عامله الغدا خلصته، ودي كنت انا عامله لكم فيديو بتاع الصلصه ونزلته لكم. اتمنى انكم تتفاعلوا عليه وتحطوا لايك كومنتات، بحب اقرا كومنتاتكم كلها وبحب ارد عليكم كلكم. انا بقى بقى المطبخ بصراحه كانت اللي قبلها بيوم الميه قطعه، فالدنيا بصوا حتى الميه ضعيفه دلوقتي، يعني جايه ضعيفه جدا جدا جدا. المهم رحت قلت بقى ماما اتنشط كده واروح اعمل اصبن بقى شويه المواعين اللي عندي ديت، يعني مش شويه، هو مش شويه، هو جبل مواعين. يلا نصبن بقى جبل المواعين. خدت حته سلكه كده وحطيت بقى ال- البريل اللي هو فيبا انا بحبه. وبحب قوي ان انا ابتدي بغسل الكوبايات الاول، لان السلكه بتبقى لسه يعني جديده وكده، فبتنضف الكوبايات وبتخليها حلوه يعني. فبغسل الاول الكوبايات، وبعد كده بغسل بقى الاطباق او الستانلس، وبعد كده اخر حاجه بغسلها هي الالومنيا. ليه الالومنيا؟ عشان في سر هتعرفوه، سر لمعه الالومنيا هوريهولكوا دلوقتي. اوعي تنسي تحطي اللايك، واوعي تنسي تصلي على النبي. يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل على محمد. صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتبرأ منها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا ومن إلى يوم الطلاق، وسمنا بنيتك عزيز خلاق. عايزة اقول لكم انك انتوا تصلوا على النبي كتير كده بتخلي اليوم فيه بركة وحب ونشاط، واليوم بيعدي بكل حاجة حلوة. يعني اهم حاجة الذكر، واهم حاجة كمان الصلاة على النبي. يعني ارجوكم انكم تلتزموا بيها، وانتوا يعني بدل ان احنا كل ما نيجي بقى نعمل المواعين نقعد نفكر ونجيب شمال ويمين، لا نشغل دماغنا بالذكر اهم حاجة وبالصلاة على النبي. هتلاقي كل البيبان المتقفلة تتفتح بإذن واحد أحد يعني. وفي كمان دعاء جميل جدا جدا جدا. الدعاء اللي هو لو انتي نفسك في اي حاجة تتحقق او اي حاجة تقوليه وتلتزمي بيه، ان شاء الله تتحقق. وربنا يا رب يدي لكل اللي عايز اي حاجة يرزق. عايز ذرية صالحة يا رب يرزقه بالذرية الصالحة. اللي عايز اي حاجة نفسه فيها نجاح يا رب يرزقه بالنجاح يا رب العالمين. الدعاء يا حبايبي اللي هو كريم يا رسول الله والله أكرم، وكريم يا رسول الله والله أكرم، وهل فقير بين الأكرمين يحرم. جميل جدا الدعاء ودموا عليه بصراحة، جميل جدا. هقول لكم تاني: كريم يا رسول الله والله أكرم، وهل فقير بين الأكرمين يحرم. جميل جميل. بصوا بقى قعدت اصبن بقى زي ما انا قلت لكم، انا ببتدي بالكوبايات وبعد كده السلسين والاطباق، ولو في شوك ومعالق والكلام ده كله والسكاكين ببتدي بيها، واخر حاجه الالومنيا عشان هعرفكم ان انا بغسل الالومنيا ازاي. متنسيش بقى تحطي اللايك وسبسكرايب شير كومنتات كتير، وقوليلي انتي بتحبي بتتفرجي عليا منين، وبتحبي انهي نوعيه الروتين، يعني اعمل لكم روتين ولا اعمل لكم وصفات ولا ايه بالظبط. ان شاء الله هبقى معاكم طول شهر رمضان لو في عمر باذن واحد احد. بصوا بقى انا مسرعه لكم الفيديو عشان ما يكونش طويل، وما يكونش ان انا رغايه بقى وان انا اصدعكم. ديت كانت طاسه. كانت برضو الفطار انا قلت لكم ان الميه كانت قطعه. اليوم ده كان صعب جدا خالص يعني، والحمد لله انها جت الحمد لله، وكانت جايه بس زي ما انتم شايفين ضعيفه جدا جدا يعني. بس الحمد لله انها جت، قدرت امشي نفسي وكده. والحمد لله كنت عامله الغدا وخلص بقى كنت عامله بقى فضلة خيركم ممبار. فحبيت ان انا اصفيه بقى بالمصفى بحيث ان انا ما يسدش الحوض. انا بحب اعمل كده قوي. ايه رايكم في نوعيه الفيديوهات ديت؟ ان انا اكملها زي كده ولا عايزين روتينات؟ بتحبوا ايه بالظبط؟
وانتظروا بقى فيديوهات كتير جدا ان شاء الله عن التفريز. هنفرز الحاجات البسيطة زي الخضرة، احنا فرزنا الطماطم، بطاطس، الحاجات البسيطة ديت، بحيث ان احنا ان شاء الله نكون في شهر رمضان فاضيين للذكر وقراءة القرآن، ونختم القرآن سوا ان شاء الله، ونقعد ندعي وندعي لولادنا وندعي لحبايبنا يا رب العالمين. وندعي لكل المتوفين، ليا اخويا متوفي وحماتي ربنا يرحمها يا رب العالمين. بجد والله كانت مش حماتي، كانت امي بجد، لانها كانت حنينه جدا عليا وكانت تحبني، وربنا يرحمها يا رب العالمين. اهي شفتوا العلبه ديت فيها براوي الصابون اللي هو صابون بريحه، بحط في قلب العلبه وبخليه بحط فيها حبه ميه، وما باجي بيبقى عندي ألمونيا بدعكها بتخلي الألمونيا، بصوا بقى فضه، يعني حاجه كده جميله جدا. بتخلي الألمونيا ديت اهو، شايفه العلبه فيها الصابون اهي. اوعي تنسي تحطي اللايك، هيا قمر انتي يا جميل انتي، ما اوعي تنسي تحطي اللايك. بصوا بتخلي الألمونيا تبرق، والرغوة بتاعتها حلوة جدا. ربنا يرحمها يا رب، حماتي هي اللي كانت معوداني على كده، وهي كنت بشوفها على الألمونيا بتاعتها ما شاء الله فضة، فقالت لي هو ده السر ان هو بتعملها بالايه، بالصابون بريحة. جميل 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 جدا. مين بيعمل زي كده بيغسل الألمونيا بتاعته بالصابون بريحة، وفعلا حلوة. اكتبولي في الكومنتات، انا بقرا كل الكومنتات. واهم حاجة تصلوا على النبي يا جماعة، الصلاة جميلة جدا، بتفتح الابواب المغلقة وبتعمل كل حاجة حلوة يا رب. بصوا يا الله، يعني الألمونيا بتبقى جميلة جدا مع الصابون بريحة يا جماعة. متنسوش تحطوا اللايك، قولولي بقى عملتوا ايه بقى، فرزتوا حاجة، جربتوا الصلصة ولا لأ. هنا بقى سترة الزوت، هعمل بقى ايه البوتاجاز. طبعا البوتاجاز يعني شايفين من اول ما برش كده على البوتاجاز بتبقى كل حاجة، يعني الدهون بقى تسيح. وبرضو اللي هو الجل ده كرول جل، تحفة تحفة في الرخام بصراحة. سلفتي حبيبتي هي اللي قايلة عليه بصراحة. بصوا بقى الأرضية مسحتها وخليت كل حاجة زي الفل. ما تنسوش تعملوا له لايك، وتقولوا له ايه رأيكم في الفيديو، وعايزين فيديوهات ايه تاني. انا هنوع لكم شوية حاجات، يعني هعمل لكم مثلا عن الصابون المغربي ازاي طريقته، وبرضو عن الحنة، طريقة الحنة لو بتحبوا برضو. وانزل لكم ان شاء الله فيديوهات برضو عن الاكل والحلويات، ويا رب يعجبكم. واوعوا تنسوا تحطوا لايك وتدعموني وتكتبوا لي كومنت حلو كده منكم، وايه رايكم يعني في النشاط بتاع الصبح انا صاحيه من بدري جدا، نزلت العيال وقلت ما اعمل لكم المونتاج وخلصت اللي ورايا. وايه رايكم، اشوفكم في فيديو جديد يا رب على خير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وبصحه وكل حاجه حلوه ليكم يا رب العالمين. باي باي.